تحت قبة البرلمان تبنى النائب الدكتور خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي وعدد من النواب مقترح لإصدار مشروع قانون يمنع تهجير الفلسطينيين للأردن، بهدف هذا المشروع للحفاظ على الوحدة الوطنية الأردنية والتأكيد على رفض التوطين والوطن البديل والتمسك بالثوابت الوطنية والدولية التي تحظر التهجير القسري. معي الآن على الهواء مباشرة سعادة النائب الدكتور خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي. صباح الخير، يعطيك العافية. صباح الخير أستاذة، إليك ولجميع المستمعين. يسعد صباحك. نحكي شوي عن الدوافع الرئيسية التي دفعتكم لتبني هذا المقترح، تفضل. طيب الله يعطيك العافية. يعافيك. يعني ما قمنا به أنا وزملائي في كتلة إرادة والوطن الإسلامي من تقديم مقترح لمنع تهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأردن. نعم. في البداية هو رسالة سياسية من مجلس النواب بأن الأردن يرفض التهجير ويقف مع الشعب الفلسطيني بتثبيت صموده على أرضه حتى رحيل الاحتلال الصهيوني عن فلسطين، كل فلسطين. نعم. نحن نطالب بعودة اللاجئين إلى مدنهم وبلداتهم وليس تهجير الناس. من يجب أن يرحل عن فلسطين هو الاحتلال واليهود وليس الفلسطينيين. نعم. أصحاب الأرض منذ آلاف السنين. نحن بالأردن موحدين جميعا رسميا. صحيح. وشعبيا خلف قائدنا جلالة الملك في رفض التهجير. ما يطرحه ترامب من احتلال غزة وتهجير أهلها هو جريمة حرب وفق القانون الدولي. لذلك كل دول العالم خلال اليومين أو 3 أيام الماضيات شعرنا ورفض، مش شعرنا، سمعنا وقرأنا بأنه رفضت ما طرحه ترامب. صحيح. نعم. أيضا نحن على يقين بالأردن بأن أهل غزة سيبقون صامدين هناك على أرضهم. وسيفشل ترامب ونتنياهو في معاملتهم وستخرج غزة منتصرة بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا اقتراحنا احنا جاء وفق الدستور. فأنا أرسلته إلى رئاسة مجلس النواب وإحنا تبنيناه ككتلة اليوم. جميع الزملاء اللي وقعوا عليه هم فقط كتلة حزب إرادة والوطن الإسلامي. نعم. برضو هذه سياسة إن الكتلة قامت في هذا المجهود. طبعا هذا لا ينفي إنه زملاء النواب أو الكتل النواب مش معاه إطلاقا، لأنه راح يمشي بإجراءاته حسب النظام الداخلي، راح تتحول للجنة القانونية واللجنة القانونية قد إنها تدخل تعديلات عليه ومن ثم أو تقرر كما جاء ومن ثم ترسل إلى مجلس النواب تحت القبة. نعم. ويكون لكل الزملاء رأي في تجميله. جميل. وإخراجه بأحسن. أكيد رح يلاقي يعني تأييد واسع من كل أعضاء مجلس النواب، لأنه هذا موقفنا زي ما حكيت الشعب والحكومة والإدارة في الدولة وكل الجميع. لكن يعني لو نحكي شوي عن أبرز البنود القانونية أو انسجام هذا القانون مع المواقف الرسمية وتطابقه مع القوانين والمعاهدات دكتور خميس. يعني شوفي المعاهدات أنا كتبنا في الأسباب الداخلية لا حقوق إنسان ولا ميثاق الأمم المتحدة كلهم كانوا نصوا على عدم التهجير وحقوق الإنسان. صحيح. فهذا برضه استندنا له مع علم أنهم غابت عنهم الإنسانية وغابت عنهم القوانين وغاب عنهم أشياء كثيرة. ولكن واجب علينا أن نقوم فيه. يعني دكتور خميس لأي مدى رح يتوافق مع الاتفاقيات الدولية اللي وقعها الأردن هذا القانون؟ 100%. كل الاتفاقات الدولية. نعم. كل الاتفاقات الدولية تنص على عدم التهجير. تنص على عدم الاحتلال. تنص على إعطاء الشعب حقه. واليوم نعم. اليوم فلسطين محتلة. نعم. اليوم فلسطين محتلة. نعم. وهنا أنا برضو حابب أشيد بالموقف السعودي الذي أصدر بيانا مباشرا يوم أمس على ترامب ونتنياهو بأنهم لن يطبعوا ولا ينضموا إلا بقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس. نعم. يعني في هناك كمان حديث بيكون، ما بعرف دكتور خميس إلى أي مدى أنت بتحب توضح لنا إياه، إنه هل هذا القانون بتعارض مع مقترحات التزامات الأردن الإنسانية تجاه اللاجئين؟ يعني إحنا بنعرف قديش الأردن فتح أبوابه للاجئين، بداية كانت مع الفلسطينيين. فهل اللاجئ اللي بهرب من بطش او من شيء لحقوق انسان، هذا يعني ابوابه دائما الاردن كانت مفتوحه. صحيح. اما لكن اللاجئ اللي فرض عليه التهجير، كل
العقود وكل المعاهدات ترفض هذا الحكي. نعم. كل الإنسانية ترفض هذا الحكي. صحيح. كل الأحرار يرفضوا هذا الحكي. نعم. طيب سعادة النائب، هل في تنسيق مع أي جهات سواء داخل مجلس النواب أو خارجه لضمان تمرير هذا القانون وتطبيقه بشكل فعلي؟ استشارات مع محامين؟ نعم. هذا القانون بتخيل الشعب وكل الجهات لن تختلف عليه. أكيد. نعم. ما حدا حب التهجير. ما شفنا ولا صوت داخل الأردن ولا نشوفها ولا نشوفه أي صوت داخل الأردن مع التهجير. نعم 100%. فهذا يعني هذا ليست محور نقاش إطلاقا أنا برأيي. طيب في حال إقراره في عقوبات أو إجراءات بيضمنها لمنع محاولات التهجير القسري تم التوافق؟ يعني هذا قانون في حال إقراره مش بطرق دستورية وجب على الحكومة تطبيقه بكل الآليات. نعم. متى رح يبدأ هذا القانون بالإجراءات داخل مجلس النواب؟ يعني الآن أنتم أقرتوا تبنتوه وقدمتوه، الإجراءات القادمة شو رح تكون؟ راح يكون أنا حكيت قبل شوي. نعم. هذا القانون الآن حسب إحنا نعم. عملنا دائما الدستور والنظام نعم. الداخلي داخل مجلس جميل. النواب. هذا الاقتراح لحتى 10 نواب انهم يتبنوا اقتراح بقانون ويودوا. احنا ككتله اراده ككتله كامله متكامله تبنينا هذا الموضوع وجينا لرئاسه المجلس. رئاسه المجلس راح تحوله على اللجنه القانونيه ومن ثم اللجنه القانونيه راح تدرسه وتضيف عليه اذا بتضيف عليه تعديلات او تجوده او تشوف اذا في اي خلل. برضه عندهم خبرتهم عندهم ادواتهم ومن ثم في حال اقراره من اللجنه القانونيه بعود برجع لمجلس داخل مجلس المناقشه. يعني تفضل. نعم، يعني أنا كنت أقول لكم نتمنى لكم دائما توفيق، مشكورين جدا على هذا المقترح وعلى جهودكم داخل مجلس النواب، على مواقفكم كافة تجاه موضوع القضية الفلسطينية اللي لمسناها من بداية انعقاد المجلس ولغاية الآن. شكرا لك سعادة النائب الدكتور خميس عطية، يعطيكم ألف عافية، جهودكم مشكورة. يعطيك العافية وشكرا لكم لاهتمامكم بهذا الموضوع الذي هو مهم، الذي يهم كل الأردنيين. واجب. الأردن هي الأردن وفلسطين هي فلسطين. 100%. والله يعطيكم العافية. الله يعافي قلبك. شكرا.